يورجن كلوب لما مسك الفريق في اكتوبر 2015، لما مسك ليفربول في اكتوبر 2015، الراجل في اول موسم كان بيصنع فرص، وصل لنهائي اليوروبا ليج. اي نعم خسره، ولكن في الموسم اللي بعديه موسم 2016 2017 الراجل كان بيصنع كمية فرص برضه بقيادة ماني وفيرمينو وكوتينيو. كان الفريق مرعب وقتها. اي نعم الفريق فنش رابع، وعلى فكرة ده كان مركز ممتاز، وده كان الهدف بالنسبة لإدارة ليفربول وبالنسبة برضه ليورجن كلوب، عشان الفريق كان عايز يوصل لدوري الأبطال. وصل الفريق لدوري الأبطال، وفي أول موسم الفريق وصل للنهائي. بالنسبة لناس كتير ده ممكن يكون فشل. ليه؟ لأن مفيش بطولات. بس بالنسبة لناس كتير لا، ده نجاح. ليه؟ لأن الفريق ما كانش كده أبدا قبل يورجن كلوب، بل الفريق كان في سنوات من الضياع. أول سنة أو أول سنتين بالنسبة ليورجن كلوب كان الناس شايفة إن الفريق فيما بعد هيكون منافس صعب، وقد كان. ليه؟ بسبب طريقة لعب يورجن كلوب، وبسبب طريقة الفرص الكتير اللي كان بيصنعها الفريق تحت قيادة كلوب. واحد هيقول لي بس الفريق تحت قيادة كلوب ما خدش غير دوري واحد. هقول له بس فيه دوريين، واحد فيهم جايب 97 نقطة ودول يحسموا 50 دوري، ودوري تاني جايب فيه 92 نقطة برضه دول يحسموا 50 دوري. يعني الراجل خسران دوريين لصالح بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، وما أدراك ما جوارديولا والسيتي، وميزانية مفتوحة بفرق نقطة واحدة. أنا بالنسبة لي دي مش كارثة. الراجل عمل اللي عليه. الراجل وصل لنهائي دوري الأبطال 3 مرات، خسران منهم مرتين قصاد ريال مدريد، وبرضه وما أدراك ما ريال مدريد في دوري الأبطال. منهم نهائي كان هو مسيطر بالبطولة بالعرض في نهائي باريس 2022 قصاد ريال مدريد، على عكس أرن سلوت. أرن سلوت في أول موسم واخد دوري، ده نجاح. نجاح. بس هل أنت حسيت إن أرن سلوت بيلعب كرة؟ الإجابة لأ. بس هل حسيت إن أرن سلوت كان له منافسين السنة اللي فاتت في الدوري؟ برضه لأ. أرن سلوت في أول اختبار قصاد باريس الفريق طلع، هو طلع بركلات الترجيح، ولكن لولا أليسون في ماتش الذهاب ليفربول كان هيخسر بنتيجة كارثية وكبيرة. أرن سلوت السنة دي في كل ماتشاته حرفيا فايز فرق، في الماتشات اللي فاز فيها فايز فرق هدف، ما عدا ماتش واحد بس اللي هو بورنموث، اللي هو كان أول ماتش فيه افتتاحية الدوري. والماتش ده أصلا ليفربول كان متقدم 2-0، جه فيه هدفين ويفاز في اخر 5 دقايق. ما عنديش مشكله ان الفريق يفوز في الوقت بدل الضايع، بس مش على طول. يعني في بدايه الموسم الفريق اخذ